ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سهلة وسريعة ومناسبة جدا لجو الصيف والحر ده. هنعمل مع بعض الحواوشي المصري. هنحتاج لحمة مفرومة، تكون مفرومة ناعم ويكون فيها نسبة دسم، هي دي اللي بتدي طعم حلو للحواوشي. يعني ممكن اللحمة تكون بنسبة 75 لحمة و25% دهن. التوابل بتاعة الحواوشي أو بهارات الحواوشي بسيطة جدا: ملح وفلفل والسبع بهارات، ممكن حبهان مطحون أو جوز الطيب رشة بسيطة. وهنحتاج بصل وبقدونس، فلفل أحمر وفصين توم. وده بقى المكون السحري اللي بيديكي نفس الريحة والتست بتاع الحواوشي بتاع بره، اللي هي اللية. عندك لية كده، ابشري بشر معلقة كبيرة على مثلا نص كيلو لحمة مفرومة، وابتدي ضيفيه على اللحمة. بيديها تست حلو قوي، وبيديها كمان نفس الريحة والطعم بتاع بره. هبتدي اخد الخضار بتاعي اقطعه وافرمه كويس في الكبة. وهضيف التوابل كمان على الخضار. وده شكل الخضار بعد ما ضربته، بيبقى شكله كده. ما بحبش اضيف طماطم لانها بتطري العيش وبتنزل ميتها، وبحب اضيف التوابل او البهارات عشان ممكن ادوق كده الخلطة اشوفها محتاجة ايه. وفي ملحوظة مهمة جدا يا جماعة: اللحمة المفرومة بتكش، سواء كفتة سواء حواوشي، فعمرك ابدا ما تكتري الملح لانها هتحدق منك. فشوية رشة ملح خفيفة جدا عن العادي اللي انتي بتحدقي بيه اي كمية عندك، لان اللحمة بتكش جامد وبتنزل ميتها. ف والدهون طبعا بتسيح، فبتحدق اكتر من اللي انتي متخيلاه. والتوابل برضو ما تكتريش توابل عشان ما تبقاش حامية قوي. بعد ما ظبطت الخضار والتوابل بتاعته، ضفت عليه اللحمة وضربتها ضربة معاهم كلهم عشان يختلطوا ببعض. ودي كان الشكل النهائي للحمة المفرومة بتاعة الحواوشي بتاعنا النهاردة. هنحتاج بعد كده غير الحواوشي لحبة زيت، وهنحتاج مقص أو سكينة والفرشة بتاعتنا. وطبعا هنحتاج العيش المصري بتاعنا العادي اللي هو العيش البلدي. طبعا أحلى تست للحواوشي هو في العيش البلدي. ولو عندك كمان نوع العيش اللي هو بيبقى تقيل شوية واللي هو تقريبا زي بتاع المدعم أو التموين، ده بيبقى أحلى بكتير في الحواوشي من العيش اللي هو الخفيف ده، اللي هو بيبقى سمكه خفيف. هنبتدي نضيف الحواوشي في العيش ونفرده كده. وكل ما بيبقى السمك متوسط، مش لازم تتخني الحواوشي قوي، كل ما بيبقى احلى وخفيف كده والواحد ياكل منه. واعملي حسابك برضو ان اللحمة المفرومة كده كده هتكش معاكي، لان فيها نسبة دهون، ولما بتستوي بتكش، فكده كده ممكن هتكش معاكي شوية.
هابتدي أرص الحواوشي كله بنفس الطريقة. لو عندك حد بيحبه سبايسي ممكن تضيفي فلفل، قطع فلفل حامي كده على الحواوشي في الساندوتش نفسه بعد ما تحشيه، أو رشة شطة. لو عندك أطفال طبعا بلاش، اعملي كل ساندوتش اللي عايزه سبايسي يبقى ليه ساندوتش بتاعه لوحده. بعد ما خلصنا كل كمية الحواوشي هبتدي ادهنه من بره دهنة خفيفة كده بالزيت. عايزة تدهنيه بالسمنة براحتك، بس انا هدهنه بالزيت، احنا كده كده حاطين من جواه ليا. ولو لسه بتشوفوا الفيديو معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. طبعا هتحطيه في الفرن، مش هياخد منك بالظبط يعني 15-20 دقيقة، وتقلبيه على الناحية التانية وبألف هنا وشفا. دي أسهل طريقة. في طريقة تانية بقى بتودي التست حلو في حتة تانية جدا، هي دي اللي هنعملها النهاردة. هنجيب طاسة على النار، همسحها كده مسحة خفيفة بأي حاجة، وكمان هحط فيها حتة ليا، وابتدي أحمر فيها العيش بتاعي والحواوشي المصري بتاعي على نار كده هادية أو متوسطة عشان اللحمة تستوي كويس قوي. وكل ما يتحمر من ناحية أقلبه من الناحية التانية لحد ما أحس إنه استوى، وأرمش كده قرمشة بسيطة من بره، منشفش قوي بس اداكي تيست وطعم حلو جدا جدا. اللي هي بتبتدي تسيح وتكش وتنزل النكهة بتاعتها في الطاسة، وانتي بتسوي كده هتشمي ريحة زي بتاعت بره، وكمان التست هيبقى حلو. عايزة تقطعي قطعة كبيرة براحتك، ده على حسب مدى تقبلك لحجم اللية في الأكل وفي الساندوتش. في ناس ما بتحبهاش قوي، فأنا عشان كده حاطة حتة بسيطة. عايزة تكتري براحتك، عايزة تكتري اللي في الساندوتش براحتك، هيديكي تست أعلى وأعلى. ده شكل الساندوتشات بعد ما استوت، بجد بتختلف طعمها فعلا عن ان انتي تحطيها في الفرن. طعمها بيبقى ليها طعم مميز لما بتتعمل في الطاسة عن الفرن. جربيها وقوليلي الكلام ده حصل معاكي فعلا ولا لا.
ده شكل الحواوشي المصري بتاعنا النهاردة في العيش البلدي، بجد جميل جدا. وطبعا ما ينفعش من غير سلطة الطحينة، بجد حلو قوي وسريع وسهل ومناسب في جو الصيف والمصايف والحر من غير وقفة كتير في المطبخ. أتمنى تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم إن شاء الله. لو عجبكم فيديو الحواوشي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتنا الجديدة. بحبكم، هتوحشوني، والسلام عليكم.